بجد كان شيء مؤسف وكوميدي جدا اما تلاقي استاذ عمرو اديب اللي هو بيتكلم بكل قوه وهو بيتكلم بنبره حزن واسى وبيقول زيزو اترجاك يا زيزو ما تسيبش الزمالك، الجمهور بيحبك، الفلوس مش كل حاجه. تترجى فيا. الفلوس مش كل حاجه يا زيزو. على اساس ايه يا كابتن الفلوس مش كل حاجه؟ الفلوس مش كل حاجه، بس اشمعنى هنا هو الفلوس مش كل حاجه؟ عشان المصلحه عايزها انت تمشي صح يا كابتن. في حاجه اسمها كره احترافيه، في حاجه اسمها احترافيه. هو كان هيجي الاهلي والاهلي بوابه ليه يمكن للعالميه، ممكن لفرق كتيره. الكره الحديثه ما فيهاش الكلام ده خالص. الكره الحديثه بتقول لك كريستيانو راح النصر، هنقول عشان الفلوس او مش الفلوس براحتك. ميسي راح هتقول لي عشان مراته راح امريكا ومش عارف ايه، مش مشكله. في النهايه كل واحد بيشوف مصلحته فين وبيروح لها. اكرم توفيق